العريس بقى حب يدي العروس سر تاني، قال لها خدي بالك انا قاعد معاك شويه وهمشي بس هاجي تاني. فهي في لهجة هتيجي امتى؟ طب هعرف ازاي انت جاي؟ هيبقى ايه؟ ده اللي هو قاله المسيح عن علامات المجيء الثاني، علامات نهاية الأيام. أفصح القدوس عن مجيء الثاني بعلامات واضحة ليست مبهمة، لم يقدم لنا ألغازا، بل أعطى لنا علامات واضحة وأكيدة ومحددة ومحدودة لمجيء الثاني. لم يأتي يفاجئ العروس، لكن قال لها ما تخافيش، أنا هبعت لك إشارات، كل ما تشوف الإشارات دياتي اعرف إني أنا مجيئي على الأبواب. يا سلام يا رب على جمالك، يا سلام يا رب على حنين قلبك، إن أنت مش عايز تفاجئنا بغتة. يعني اللحظة الأخيرة دي هتبقى بغتة ما حدش يعرفها إمتى، لكن في علامات. وقال في حياة اسمها مبتدأ الأوجاع، وفي حياة تانية قال ليس المنتهى بعد، وقال في السماء يحصل فيها كذا والأرض كذا والمحبة هتبرد ادى علامات شديدة. والعروس ما عليها إلا أن تكون مستعدة، مترقبة، متلهفة، متشوقة. لكن العروس لو نامت في الخط ما تزعلش بقى إن هو هيجي وما تكونش مستعد. هو ما جالهاش فجأة كده، لا، ده هو اداها علامات، لكن هيبقى فجأة ليها لو هي نامت في الخط، لو هي نعست، لو هي تناست اليوم ده وقت فين لما يجي هقعد انا اعمل زي اللي انا عايزاه لغايه ما يجي. لا يا عروس، لا يا نفسي، اوعي تعمل كده لئلا ياتي بغتة فيجدك نائمة مثل النائمون. اسهروا وصلوا